أهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأي، والتي سنلقي فيها الضوء على هذا الموقف المشرف والرائع من قبل الأهالي في شمال سوريا. تبرعوا بمبلغ وقيمته 350 ألف دولار، أي أكثر من ربع مليون دولار، لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، برغم من أنهم يواجهون محنة كبيرة وعظيمة، حتى إدلب تتعرض لقصف روسي وأيضا لهجمات من قبل نظام بشار الأسد. ولكن في النهاية لم ينسوا الأشقاء في فلسطين الحبيبة، وتبرعوا لهيئة علماء فلسطين بالخارج بهذا المبلغ الذي يعد ضخما بالنسبة للإمكانيات التي نراها تتواجد في الشمال السوري. عموما دعوني أرحب الآن بالأستاذ مضر حماد الأسعد. طيب رئيسما يجهز معنا. بالفعل موقف رائع إنساني، ونحن نرى بالفعل معاناة الشعب الفلسطيني في هذه الأثناء، لكن في النهاية الأخبار المفرحة تأتي من قبل الإعلام الإسرائيلي حينما نتحدث ونشير إلى أن هناك تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية. متحدث باسم كتائب القسام يشير إلى أنهم وثقوا حتى الآن تدمير 136 دبابة وآلية عسكرية. هذا الرقم الكبير يدلل على عمق الأزمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، بل إنه الصحف العبرية تشير في هذه الأيام إلى أن هناك معلومات استخباراتية كانت مضللة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. طيب دعوني أرحب الآن بالسيد مضر حماد الأسعد حيال هذا الموقف المشرف الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة، والمتعلق بأهل شمال سوريا وتبرعهم لإخوانهم وأشقائهم في فلسطين. أهلا بحضرتك سيد مضر. يا مرحبا، حياك سيد مضر. باعتبار حضرتك المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، نتحدث بالفعل عن موقف رائع من قبل أهل شمال سوريا تجاه الأشقاء في فلسطين. بماذا تعلق؟ حياكم الله. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى والمعتقلين في فلسطين وفي سوريا. لا شك بأن الشعب السوري هو متعاطف مع أهلنا في غزة ومع أهلنا في فلسطين بشكل كامل. العشائر العربية أو العشائر السورية هي متعاطفة مع أهلنا ومع العشائر العربية أو بقية العشائر في فلسطين المحتلة، وخاصة مع ما تتعرض له غزة من حرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني. حملة الجسد الواحد والتي انطلقت في محافظة إدلب، والتي كذلك تعاني من الدمار ومن القتل من قبل نظام الأسد ومن قبل الطيران الروسي ومن قبل الاحتلال الإيراني، هي اليوم تقف مع أهلنا في غزة، مع شعبنا في غزة، مع العشائر العربية في غزة وفي فلسطين بشكل كامل، رغم معاناة أهلنا في شمال سوريا. ولكن عندما يسمعون بما تتعرض له فلسطين وما يتعرض له الشعب العربي في غزة فهم يتألمون. هناك حقيقة مأساة مشتركة بين الشعبين السوري والفلسطيني. أداة القتل هي واحدة، عملاء إسرائيل وعملاء أمريكا وكذلك عملاء إيران هم الذين يقومون بقتل الشعب السوري في فلسطين وكذلك وفي سوريا وفي محافظة إدلب بالذات. حاليا هناك حملة شعواء من قبل العصابات الإرهابية التابعة لنظام الأسد وإيران وروسيا تقوم بقتل الشعب السوري. ورغم ذلك نجد بأن أبناء محافظة إدلب، أبناء القبائل العربية في إدلب، قبائل التي تتواجد والتي تقف صفا واحدا في سبيل دعم أهلنا في غزة. وكذلك هناك الحملة الكبيرة جدا حقيقة والتي انطلقت من أجل تقديم المال، من أجل تقديم المساعدات إلى أهلنا الذين يقتلون في غزة. ولكن نحن كذلك نتمنى أن تصل هذه المساعدات بشكل كامل إلى من يستحقها في غزة، ونتمنى إيصال هذه المساعدات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة
والذين يتعرضون إلى حرب إبادة حقيقية من قبل الكيان الصهيوني. العشائر العربية الموجودة في إدلب إذا كانت عشائر البقارة أو جبور والعقيدات وأدليم والهيب وجيس أي قبائل قيس، وكذلك بقية القبائل من بني خالد وغيرهم، قبائل الهواشم، السادة الهواشم، كل هذه القبائل لها فروع في فلسطين، وهذه الفروع هم أولاد عم بينهم وبين القبائل الموجودة في فلسطين أو الموجودة في إدلب وفي شمال سوريا وعلى مساحة الجغرافيا السورية بشكل كامل. ولذلك الهم واحد والغم واحد والمعاناة واحدة والمأساة واحدة. سيد مضر، يعني حضرتك تحدثت عن معاناة أهل الشمال السوري جراء هذا القصف أيضا الوحشي من قبل الطيران الروسي ومن قبل نظام بشار الأسد، ومع ذلك يتحركون من أجل دعم الأشقاء في فلسطين. أعتقد بأن هذا الأمر يعبر عن المعدن النفيس والغالي للشعب السوري. يعني بماذا أيضا تعلق على هذا الأمر؟ نعم، حقيقة الشعب السوري هو ينظر على القضية الفلسطينية على أنها هي القضية الأم في الوطن العربي، وهي القضية الأم سابقا في نعم صحيح. سوريا، ولكن كان تاجر بالقضية الفلسطينية. وكذلك الأنظمة الدكتاتورية الموجودة حتى على مساحة الجغرافيا العربية كانت تتاجر بالقضية الفلسطينية، ونظام الأسد حقيقة كان المتاجر رقم واحد بالقضية الفلسطينية، رغم أن نظام الأسد قتل من الشعب الفلسطيني أكثر مما قتلت إسرائيل من الشعب الفلسطيني. نظام الأسد دمر المخيمات الفلسطينية الموجودة في دمشق، خان الشيخ، وكذلك مخيم فلسطين، مخيم اليرموك، نعم، شارع الحجر الأسود، كذلك النيرة في حلب، كذلك الأحياء الموجودة في حمص، وكذلك الأحياء الموجودة في اللاذقية. كل هذه المناطق كان يتواجد فيها اللاجئ السوري، ولكن نظام الأسد قام بتدميرها. كذلك نظام الأسد بالتعاون مع حزب الله وبالتعاون مع حركة أمل قاموا بتدمير، مع بعض المنظمات الإرهابية الأخرى في لبنان، قاموا بتدمير المخيمات الفلسطينية، منها مخيم تل الزعتر، مخيم المية ومية، مخيم البداوي، مخيم عين الحلوة، وكذلك الأحياء التي يتواجد فيها اللاجئين الفلسطينيين مثل الفاكهاني، صبرا، شاتيلة، الضاحية الجنوبية. كل هذه المخيمات كان يتواجد فيها اللاجئين الفلسطينيين في بيروت أو في خارج بيروت، وكل هذه المخيمات والأحياء تم تدميرها من قبل نظام الأسد الإرهابي، من قبل المنظمات التابعة لإيران، المنظمات التابعة للدول الأجنبية أو التابعة لإسرائيل. وهذا الموضوع هو حقيقة كان موجود على أرض الواقع، ومن يتابع مجزرة حقيقة المجازر التي تمت في لبنان على يد جيش نظام الأسد أو بعض الكتائب الإرهابية الأخرى في لبنان، ومنها مخيم تل الزعتر. هذه الجريمة النكراء حقيقة والتي يندى لها جبين الإنسانية، ورغم ذلك نجد بأن نظام الأسد ما زال حتى هذا اليوم يتاجر بالقضية الفلسطينية، ولكن الشعب العربي السوري هو يقف مع القضية الفلسطينية ويقف مع أهلنا في غزة. الشعب، وهناك نقطة مهمة جدا، أن الشعب السوري هو لا يؤيد قيادات حماس ويقف ضد قيادات حماس وضد التنظيمات أو قيادات التنظيمات الفلسطينية الذين كذلك ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري في حلب وفي حمص وفي القصير وفي دمشق وفي ريف دمشق، وكذلك في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، وفي وادي بردة، وكذلك في دير الزور وفي تدمر وفي السخنة. حقيقة التنظيمات الفلسطينية وقفت مع نظام الأسد وأيدت نظام الأسد وشاركت نظام الأسد في قتل الشعب السوري، ولكن نحن حقيقة كشعب سوري من خلال معاناتنا الكبيرة جدا، من خلال الألم الذي يعتصر قلوبنا، كذلك نقف مع الشعب الفلسطيني في رام الله وفي نابلس وفي القدس وفي حيفا وفي صفد وفي النقب، وكذلك في قطاع غزة وفي رفح وفي مخيم الشاطئ ومخيم جباليا وفي جنين وفي بقية المناطق
الفلسطينية الأخرى. لذلك المعاناة واحدة والعدو واحد، ولذلك نحن نقف مع بعضنا ونؤيد بعضنا ونتألم على حال بعضنا. هل تصرف أهل الشمال السوري يحرج نظام بشار الأسد الذي يتلقى ضربات قوية طيلة الفترة الماضية وأيضا الحالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، حقيقة في الوقت الذي تخرج فيه المظاهرات في شمال سوريا، وكذلك هناك لجان من أجل جمع تبرعات في إدلب وفي بقية المناطق السورية المحررة، نجد بأن نظام الأسد قام باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين الذين خرجوا بمظاهرات في دمشق أو في ريف دمشق. وهذا يدل على أن قيادة نظام الأسد أو ميليشيات بقايا نظام الأسد هي تقف مع إسرائيل ضد أهلنا في غزة وضد أهلنا في فلسطين. هي متماهية مع الموقف الإيراني وموقف حزب الله الذين يقفون مع إسرائيل ضد أهلنا في غزة، وهم الذين حقيقة ساهموا في عملية ما يجري حاليا وأعطاء كل التسهيلات لإسرائيل من أجل اتباع سياسة الأرض المحروقة في غزة. والتصريحات حقيقة حسن نصر الله الأخيرة تدل على أن حزب الله ليس له علاقة بما يجري في غزة، وهذا دليل على أنه حزب الله قد أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل تدمير أهلنا، من أجل تدمير غزة، من أجل تدمير المدن والمخيمات الفلسطينية في غزة. وكذلك التصريح في الأسبوع الماضي، تصريح الرئيس الإيراني عندما قال نحن ليس لنا علاقة بما يجري في غزة أو في فلسطين، فهذا دليل أكيد على إعطاء الموافقة الضمنية وإعطاء الموافقة العلنية لإسرائيل بما تقوم به في غزة وفي بقية المدن الفلسطينية. طيب سيد مودر، الإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربات للجيش الأمريكي ضد منشآت قال عنها بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وللأذرع الإيرانية في الأراضي السورية، بماذا تعلق على هذا الأمر؟ أولا يعني حقيقة الميليشيات الإيرانية في سوريا هي ليست إيرانية، العناصر والمرتزقة هم ليسوا من إيران. المرتزقة الذين يمثلون الميليشيات الإيرانية هم تم جلبهم من عرب الأحواز أو كذلك من العراق أو من بقية الدول العربية أو من بقية الدول الإسلامية مثل الهند وكذلك أفغانستان أو من باكستان. هؤلاء هم الذين يمثلون الزينبيون والهاشميون وكتائب الحسين والفاطميون وبقية الكتائب التي تنتشر على الأراضي السورية والتي ارتكبت مجازر مروعة بحق الشعب السوري في دير الزور وفي الرقة أو في غوط دمشق وفي القصير وفي كذلك في مضايا والزبداني وسرغاية وفي درعا وفي اللجات وفي دمشق وفي السيدة زينب وكذلك في حلب وفي جنوب إدلب، إضافة إلى سهل الغاب وكذلك في جبل الكبينة ومناطق سلمى في اللاذقية وكذلك على الساحل السوري. حقيقة هذه الميليشيات الإيرانية ومن يمثلها من المرتزقة الذين تم جلبهم من بقية الدول العربية أو الدول الإسلامية، هؤلاء حقيقة ارتكبوا مجازر مروعة بحق الشعب السوري. فمن يرتكب مجازر مروعة بحق الشعب السوري لا يمكن أن يناصر الشعب الفلسطيني. من يرتكب مجازر مروعة أو من ارتكب مجازر مروعة في العراق وفي لبنان وفي اليمن، ومن يصدر أو من يتاجر أو من يهرب المخدرات إلى دول الخليج العربي أو إلى الأردن، لا يمكن أن يحرر فلسطين أو أن يدافع عن الأقصى أو أن يدافع عن أهلنا في غزة. ولذلك هناك عملية تكاتف وتكامل بين إسرائيل وبين إيران وحزب الله وحركة أمل وكذلك الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا بالإضافة إلى نظام الأسد الإرهابي. طيب بماذا تعلق على الإعلان عن قيام الحوثيين بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية؟ كيف ترى هذا الأمر؟ أولا الحوثيين ارتكبوا مجازر مروعة بحق أبناء السنة وبحق الشعب العربي في اليمن. كذلك هم يقومون بقصف حتى المواقع الدينية مثل مكة والمدينة، قاموا بقصفها في المملكة العربية السعودية، قاموا بقصف المطارات السعودية، وهذا دليل على أن هذه العصابة والتي تتلقى الدعم الكامل، الدعم الأمني واللوجستي والدعم العسكري والسياسي والإعلامي من ملال قم،
هم يهدفون إلى زعزعة الوضع في الجزيرة العربية أو في منطقة الخليج العربي. هم يعملون على السيطرة على باب المندب وكذلك على البحر الأحمر من خلال إرسال طوربيدات المرتزقة والقراصنة من أجل استهداف السفن أو البواخر التجارية على مستوى العالم. وهذا دليل على أن إيران لا يمكن أن تستكين أو أن تهدأ في هذه المنطقة إلا من خلال نشر الإرهاب والفتن والدسائس في منطقة الخليج العربي وفي منطقة بلاد الشام، والسيطرة على المنطقة بشكل كامل، والوصول إلى الحدود السورية الفلسطينية من أجل أن يكون هناك تكامل مع إسرائيل. وعندما ننظر إلى عملية التكامل الاقتصادي بين إسرائيل وبين إيران نجد بأن لإسرائيل أكثر من 70 شركة تعمل داخل إيران، وكذلك هناك استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار لإسرائيل داخل إيران، استثمارات في النفط والغاز وكذلك التجارة الأخرى. وهذا دليل على أن هناك عملية تكامل حقيقية بين إسرائيل وبين إيران. وإيران منذ أكثر من 4 أو 5 قرون وهي تعلن وتصرح بأن الموت لإسرائيل الموت لأمريكا، ولكن في نفس الوقت هي تقوم بقتل الشعب العربي وتدمير المدن العربية، ولم تقترب لا من أمريكا ولا من إسرائيل، ولم تقصف إسرائيل ولو بطلقة واحدة، ولم تضرب القواعد الأمريكية الموجودة في إيران والموجودة في العراق أو الموجودة في سوريا ولو بطلقة واحدة. حتى أن أمريكا هي التي قدمت العراق وقدمت سوريا على طبق من ذهب إلى إيران، وقدمت لبنان على طبق من ذهب إلى الميليشيات الإيرانية المدعومة من إيران ومنها حزب الله وحركة أمل. وهذا دليل على عملية التكامل السياسي والعسكري والأمني بين الثلاثي إيران وأمريكا وإسرائيل. طيب كيف ترى ما يحدث بين جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ البعض يشير إلى أنه هذه معارك وهمية، والبعض الآخر يتحدث عن أنه بالفعل هو إشغال لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة للتخفيف من الضغط على قطاع غزة. بماذا تعلق؟ نعم حقيقة تبين وبشكل واضح وعلى أرض الواقع على أن ما يجري في جنوب لبنان ما هي إلا مسرحيات، وهي مسرحيات مفبركة. السيناريو ضعيف، الإخراج ضعيف جدا من قبل حزب الله ومن قبل حسن نصر الله، هذا الإرهابي الذي ساهم وارتكب مجازر مروعة بحق الشعب السوري، بينما هو مثل الحمامة الوديعة تجاه إسرائيل وباتجاه ما يجري داخل فلسطين. ما يجري في جنوب لبنان حقيقة هي مسرحية متفق عليها بين إسرائيل وبين حزب الله من أجل ذر الرماد على الوجوه، من أجل ذر الرماد على العيون من قبل حزب الله ومن قبل إسرائيل اتجاه الشعب العربي على أن حزب الله هو يقف ضدهم، بل العكس تماما. حزب الله هو يقف مع إسرائيل. فلماذا لا يقوم حزب الله بالسماح للتنظيمات الفلسطينية الموجودة في بيروت أو الموجودة في جنوب لبنان من التوغل داخل الحدود اللبنانية من أجل الوصول إلى الحدود الفلسطينية من أجل ضرب المدن الإسرائيلية أو ضرب المستوطنات الإسرائيلية؟ فهو لا يسمح لأحد من الفلسطينيين أو من العرب السنة بالوصول إلى حدود فلسطين. وهذا دليل على أن هناك اتفاق مبطن بين حزب الله وبين إسرائيل من أجل حماية الحدود الإسرائيلية الشمالية. وما يجري من قصف ما هو إلا مسرحية مفبركة وكذلك عملية مفبركة من قبل حزب الله بالاتفاق مع الموساد الإسرائيلي. طيب سيد مدر، الخطاب القادم لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، هل ترى بأنه سيحمل جديدا فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، أم أنه كما تابعنا كان هناك حالة من حالات السخرية على السوشيال ميديا من الخطاب الأخير للسيد حسن نصر الله وفقا لرؤية كثير من المتابعين وأيضا للمحللين لما جاء في الخطاب الذي وصف بأنه طويل لكن مضمونه كان متعلق بالتحليل العسكري للمعارك التي تدور بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية؟ أخي الكريم، يعني أنا اليوم قرأت إحدى الصحف الإيطالية
وكانت مترجمة إلى العربي، عندما كتبت بالحرف الواحد: حسن نصر الله يعوي كثيرا ولكنه لا يعظ. فهذا دليل على أن العالم والصحافة العالمية قد كشفت حسن نصر الله على أنه صوت خلبي. بالفترة الأخيرة تحول إلى مراسل حربي ينقل ما يجري في فلسطين وما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني في غزة أو في بقية المدن الفلسطينية الأخرى. هذا دليل على أنه حسن نصر الله هو إنسان فارغ، وعلى أنه يقود هذه الميليشيا من أجل قتل الشعب العربي، من أجل تدمير المدن العربية. ما ارتكبته عصابات حزب الله داخل سوريا هو شيء فظيع جدا. هذه العصابة قد ارتكبت مجازر مروعة، وحتى أنهم قاموا بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بالصواطير والسكاكين في الحولة وفي القصير وفي الزبداني وفي سرغاية وفي مضايا وفي تلكلة وفي السخنة وفي تدمر وفي حلب وفي منطقة الغاب، وكذلك في جنوب إدلب في الشهور في معرة النعمان. حقيقة هذه المناطق ارتكبت فيها مجازر مروعة من قبل حزب الله، الذين حقيقة قتلوا الشعب السوري بالسكاكين وبالصواطير، وكل ذلك من أجل تحرير القدس، ومن أجل الدفاع عن دم الحسين، ومن أجل الدفاع عن السيدة زينب. حقيقة هذه الأقاويل من قبل حزب الله تدل على أن هذا الحزب المرتزق، هذه الميليشيات الإرهابية هي تريد قتل الشعب العربي. نعم، هم قد ارتكبوا مجازر كذلك في السيدة زينب وفي ببيلة وفي عقربة وفي الغوطة الشرقية وفي الغوطة الغربية، كل ذلك من أجل الدفاع عن السيدة زينب ومن أجل تحرير بيت المقدس. فهل تحرير بيت المقدس يكون من خلال تدمير المدن السورية، من خلال تهجير أكثر من 10 مليون سني سوري من سوريا؟ هل تحرير فلسطين يطلب من حزب الله بأن يقوم بتدمير المدن السورية، يقوم بتدمير حمص وحماة، وكذلك بتدمير مدن وبلدات سهل الغاب، وكذلك جنوب إدلب وفي دير الزور وفي حلب؟ حقيقة هذه العصابة الإرهابية هي مرتبطة مع أمريكا، مرتبطة مع إسرائيل، ومهمتهم ووظيفتهم الأساسية هي قتل الشعب العربي، تدمير الدول والمدن التي تحيط بإسرائيل، وكذلك مهمتهم ووظيفتهم الأساسية هي نشر الإرهاب والفتن والدسائس والرذيلة والمخدرات والقتل والسيارات المفخخة، ونشر العصابات الإرهابية في الدول العربية الخليجية، وكذلك في سوريا وفي الأردن وفي مصر وفي تونس وفي سيناء خاصة. فمن يريد تحرير القدس، من يريد تحرير فلسطين، فهو لا يمكن له أن يحتل سوريا ويحتل العراق ويحتل الجزر الإماراتية ويحتل اليمن ويحتل لبنان. طيب، كان هناك تقارير غربية تشير إلى أن ميليشيا فاغنر تستعد لدعم حزب الله بمنظومة دفاع جوي روسي. هل تعتقد بأنه هذا الأمر من المحتمل حدوثه، خاصة بأن الكريملين خرج ونفى هذا الأمر؟ هل بالفعل من المحتمل أن يتم مد حزب الله بمنظومة دفاع جوية روسية؟ أولا هناك عملية تكامل وتعاون كبير جدا بين عصابات فاغنر وبين حزب الله. هذا التعاون موجود في حلب، موجود في ريف حماة، موجود في دمشق، موجود في دير الزور. يعني هذا الأمر موجود كذلك في البادية الشامية في السخنة وفي تدمر. عملية التكامل موجودة بين حزب الله وبين الميليشيات اللبنانية الأخرى، ميليشيات وئام وهاب، ميليشيات حزب البعث، ميليشيات الحزب القومي السوري الاجتماعي، كذلك الميليشيات الفلسطينية المدعومة من قبل نظام الأسد أو المدعومة من قبل إيران، وكذلك المدعومة من قبل روسيا. هناك عملية تكامل كاملة. الأسلحة التي كانت تأتي إلى عصابات فاغنر من روسيا
أو التي يقومون بشرائها من بقية الدول الأخرى هي مدفوعة الثمن من قبل إيران ومن قبل حزب الله، أي هم يتقاسمون الأسلحة التي تأتي، يتقاسمون الغنائم التي يحصلون عليها، يتقاسمون الذخيرة التي تصل إلى فاغنر، وهناك عملية تبادل وتكامل فيما بينهم مع حزب الله ومع الميليشيات الإيرانية الموجودة على مساحة الجغرافيا السورية. طيب اليوم رئيس تركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، كيف ترى هذه المحادثات؟ أولا يعني نحن لا نتدخل حقيقة بالشؤون الداخلية لتركيا أو بقية دول العالم فيما يجري بينهم من اتصالات، ولكن أستطيع أن أقول بأن إيران حقيقة هي العدو الرئيسي والعدو الأول لتركيا. فنحن نجد بأن عندما يتم ضغط من قبل تركيا على بعض الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا، أو كذلك يكون هناك عملية أخذ ورد بين تركيا وبين إيران، نجد بأن أمريكا تسعى بالضغط على تركيا، وهذا دليل على أن هناك توافق بين السياسة الخارجية أو السياسة باتجاه تركيا بين أمريكا وبين إسرائيل وبين إيران من أجل إضعاف تركيا، من أجل التغلغل داخل تركيا، من أجل إرسال العصابات الإرهابية داخل تركيا، من أجل إضعاف تركيا ومن أجل الضغط على تركيا. ولكن تركيا حقيقة هي تعرف كل ما يجري من قبل الإطلاعات أو من قبل المخابرات الإيرانية داخل تركيا أو داخل سوريا وخاصة داخل حلب، وهذا دليل على أن تركيا هي تعرف حق المعرفة ما تقوم به إيران وما تفعله إيران حاليا، وخاصة في عملية دعم بعض التنظيمات الفلسطينية من أجل إنهاء القضية الفلسطينية، من أجل تدمير القضية الفلسطينية، من أجل إضعاف القضية الفلسطينية، من أجل تهجير الشعب العربي الفلسطيني، لأن إسرائيل تريد ذلك، ويكون ذلك بواسطة إيران وبواسطة بعض التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل إيران والحرس الثوري الإيراني. طيب أردوغان قال لرئيس تركيا مستعدة لتولي دور ضامن لحل الأزمة في غزة، كيف ترى مثل هذه الأخبار؟ حقيقة تركيا تريد إنهاء ما يجري في غزة، تريد إيقاف شلال الدم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. اليوم نجد بأن المدن التركية في حالة من الغليان، هناك مظاهرات مستمرة، هناك حقيقة اعتصامات مستمرة، هناك حملات مستمرة في كل المدن والأحياء الكبيرة في تركيا من أجل تقديم الدعم إلى أهلنا في غزة وفي فلسطين. ولكن أمريكا ترفض رفض قاطع بأن تكون تركيا هي الضامن لأهلنا أو للشعب الفلسطيني في غزة، لأن تواجد تركيا في المنطقة وخاصة داخل فلسطين يعني إعطاء قوة حقيقية للشعب الفلسطيني. تركيا وجدت بأن إيران قد تخلت بشكل كامل، وقد أعلنت أكثر من مرة بالتخلية عما يجري في غزة وفي فلسطين عامة، وهذا الأمر هو متماهي مع المطلب الإسرائيلي والمطلب الأمريكي. ولذلك نجد بأن تركيا ما زالت مصممة على الدفاع عن غزة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، من خلال عملية التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. اليوم تركيا تريد أن تتدخل حتى عسكريا من أجل أن تكون هي الحد الفاصل بين الشعب الفلسطيني في غزة وبين القوات الإسرائيلية، من أجل إعادة الشعب الفلسطيني إلى مدنه التي دمرت، من أجل إعادة الإعمار داخل غزة. ونحن حقيقة وجدنا في الفترات الماضية أو حتى في السنوات الماضية على أن الشعب هناك يعني عملية تعاطف حقيقية من قبل الشعب التركي اتجاه غزة، هناك عملية تعاطف كبيرة جدا من قبل أهلنا ومن قبل أشقائنا في تركيا اتجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، مثلما وقف الشرفاء من الشعب التركي مع القضية السورية مع الشعب السوري، مثلما اليوم وبالأمس وقبل ذلك
ما زالوا يدعمون أهلنا في شمال سوريا من خلال المنظمات التي تقوم والتي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى أهلنا في شمال سوريا وفي إدلب وفي إعزاز والباب وفي تل حلب وفي تل أبيض وفي كذلك في رأس العين وفي بقية المدن المحررة من خلال الدعم الذي يصلهم من قبل المنظمات الإيهاها أو وقف الديانة التركي أو بعض المنظمات التركية الأخرى، وكذلك من قبل رجال الأعمال الشرفاء الذين ما زالوا يقدمون الدعم إلى الشعب السوري في شمال سوريا وفي المناطق المحررة بشكل كامل. كيف ترى موقف الشعب التركي فيما يتعلق بحملات المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع حديث البعض عن خسائر كبيرة تتلقاها هذه الشركات في تلك الأيام؟ نعم حقيقة هناك شركات أجنبية وشركات دولية تعمل داخل الأراضي التركية، هي من تدعم العدو الإسرائيلي، وهي من تدعم الكيان الصهيوني في عملية اتباع سياسة الأرض المحروقة في غزة أو داخل المدن الفلسطينية. الشعب التركي تعاطف مع أهلنا في فلسطين من خلال مقاطعته الكاملة لكل الشركات وكل المنتجات التي تقوم في بيعها داخل الأراضي التركية، وهناك الكثير من الشركات قد أغلقت، هناك الكثير من المحلات التجارية قد أغلقت، ولذلك هناك تعاطف كبير جدا من قبل الشعب التركي اتجاه القضايا الإنسانية إذا كان في سوريا أو كذلك في فلسطين المحتلة. لذلك نحن نقدم الشكر والتقدير إلى أهلنا وإلى الأشقاء في تركيا من العرب ومن الكرد ومن التركمان ومن بقية القوميات والعشائر التركية والكردية والعشائر العربية الذين وقفوا وما زالوا يقفون مع معاناة الشعب السوري، والذين يقفون مع الشعب الفلسطيني في غزة وفي القدس وفي نابلس وفي جنين وفي بقية المدن الفلسطينية. وهذا يعني على أن الشعوب العربية والشعوب الإسلامية هي واحدة، حتى أن المسيحيين داخل تركيا يقفون مع الشعب الفلسطيني داخل فلسطين، ويقفون مع معاناة الشعب السوري داخل سوريا. وهذا دليل على أن الإنسانية هي التي تجمع الشعوب التركية والشعوب العربية في التي تعاني الأمرين من الاحتلال ومن القصف الإيراني الروسي، وكذلك نظام الأسد، وكذلك من قبل الكيان الصهيوني أو العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة. على ذكر موقف الشعوب العربية والإسلامية، الجمعة ستشهد حالة من حالات الغضب لدى الشعب المغربي، سينزلون بمئات الآلاف إلى الشوارع معبرين عن رفضهم القاطع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة وأهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني. بماذا تعلق على موقف الشعب المغربي في ضوء علم الجميع بأن هناك تطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي؟ أولا يعني عملية التطبيع هي بين القيادات أو بين الرؤساء أو بين من يحكم هذه الدول، ولكن الشعوب العربية هي لم تطبع مع الكيان الصهيوني في كل الدول العربية، في كل الدول الأجنبية والدول الأوروبية خاصة. نحن نعرف بأن القيادات في فرنسا وألمانيا وأمريكا وهولندا وأسبانيا هي متماهية وهي الداعمة رقم واحد لإسرائيل، ولكن الشعوب في هذه الدول ما زالت تخرج في مظاهرات كبيرة جدا ضد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. في لندن مظاهرات، في أمستردام، في بروكسل، في برلين، في بون، في مدريد، في برشلونة، في نيويورك، في واشنطن، في شيكاغو، في روما ولوكسمبورغ وبقية المدن الأوروبية. هناك في العواصم العربية المدن العربية الجميع خرج في مظاهرات. نعم صحيح، بالفعل مظاهرات حاشدة تابعناها تحدث في شتى بقاع الأرض، ليس فقط داخل العالم الإسلامي بل رأينا حتى داخل عواصم الدول الغربية كثير من هذه التظاهرات الحاشدة التي دللت بالفعل على موقف منتصر للإنسانية. ونحن نرى بأنه حتى هناك ضغوطات كبيرة
على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقيادة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، جراء ما تابعناه من أخبار أشارت إلى وجود استقالات عديدة لدى كثير من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بسبب الدعم الكبير واللامحدود من قبل واشنطن إلى الاحتلال الإسرائيلي. ولا زالت تلك التظاهرات الحاشدة تجوب كثير من عواصم الدول الغربية، بل تابعنا حتى جماهير الكرة. جمهور نادي سيلتيك الاسكتلندي كان حاضرا في دوري أبطال أوروبا بالأعلام الفلسطينية، وهو ما يوضح بأن هناك نجاح كبير فيما يتعلق بالمعركة الإعلامية. هكذا أشارت الصحف العبرية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد خسر المعركة الإعلامية، وأن تلك التظاهرات وهذه الفاعليات وأيضا كل هذا الكم الكبير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعنا حالة الدعم الكبير من خلال هؤلاء المدونين للشعب الفلسطيني ولنضال الشعب الفلسطيني، والكل يعترف بحق أبناء الشعب الفلسطيني بالنضال وبالدفاع عن هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه قبل عام 1948 لم تتواجد إسرائيل، كانت فلسطين فقط، وبإذن الرحمن ستعود فلسطين كما كانت قبل عام 1948 ويتم طرد المحتل الإسرائيلي، لأنه الاحتلال البريطاني قبل عام 1948 هو من سلم الأراضي الفلسطينية تلك إلى الاحتلال الإسرائيلي. الآن الصحف العبرية تتحدث عن خسائر كبيرة وجمة في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، مع إشارات المقاومة الفلسطينية إلى أن هناك حالة من حالات التقدم فيما يتعلق بالدفاع عن قطاع غزة وإفشال مخططات المحتل الإسرائيلي التي تهدف إلى تقسيم القطاع أو عمل خط فاصل يفصل بين شمال القطاع وجنوب القطاع. يمكن متحدث باسم جيش الاحتلال خرج ليشير إلى أن هناك نزوح جماعي وبالآلاف من قبل أهالي شمال قطاع غزة إلى الجنوب، لكن على أرض الواقع هناك شجاعة وصمود وتحدي وإباء من قبل رجال المقاومة الفلسطينية، ونرى بالفعل حتى الآن لديهم القدرة على توجيه ضربات قوية، بل إنه البعض يتحدث عن أنه لا زال في جعبة المقاومة الفلسطينية الكثير والكثير، ويبدو بأنه بنيامين نتنياهو الآن في مأزق كبير وهو يواجه انتصارات المقاومة الفلسطينية. هناك إشارة أيضا في الأخبار التي أتت اليوم إلى وصول كل من السيد إسماعيل هنية والسيد خالد مشعل إلى القاهرة من أجل القيام بمناقشات مكثفة مع المسؤولين في مصر حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة. ونحن نتابع أيضا بأن هناك قمة عربية يوم السبت المقبل فيما يتعلق بال11 من نوفمبر الجاري. الكل يتحدث عن أن هناك احتمالية كبيرة لإيقاف إطلاق النيران، يتحدثون عن وساطة قطرية من أجل الإفراج عن عدد محدود من الأسرى الذين يتواجدون في قبضة المقاومة الفلسطينية مقابل عمل هدنة لمدة 3 أيام. ونحن نرى الآن الضربات متزايدة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قوسين إسرائيل، ويبدو بأن كل هذه الأمور توحي بأننا في طريقنا إلى هدنة. البعض يشير أيضا إلى أن هناك ورطة فيما يتعلق بالآليات العسكرية الإسرائيلية، بل إنهم سيقومون بإخراج دبابات المركافة التي ليست بحجم الدبابات المركافة الحالية أو الحديثة، والتي كانت تتواجد في مخازن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنهم كانوا يستعدون لتدميرها أو أنهم كانوا يعتبرونها نوعا من أنواع الخردة، لكن نتيجة للخسائر العظيمة والكبيرة تلك يودون الاستعانة بهذه الدبابات التي ليست في حجم تطور الدبابات التي تم تدميرها في قطاع غزة. إذن البعض يشير إلى أن هناك مأزق كبير. المخابرات الإسرائيلية تعترف بالفشل فيما يتعلق بأنها كانت تتخيل بأنها ستواجه العبوات الناسفة فقط كعائق داخل قطاع غزة، لكنها فوجئت بهذه القاذفات التي تستطيع أن تدمر الآليات العسكرية الإسرائيلية. الإعلام العبري يتحدث عن أن أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية التي كانت تهدف للتوغل البري داخل قطاع غزة حتى الآن على الأقل 500 قتيل، بل إن البعض حسب 136 آلية عسكرية وفقا لبيان أمس
لو تم ضربهم في 8 فإنه الرقم سيتخطى 1000 قتيل في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالمناسبة الإعلام الإسرائيلي الآن يخضع للرقابة العسكرية فيما يتعلق بحالة الحرب، أي أن كل الأخبار يتم مراجعتها من قبل المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبلا شك هذه الخسائر العظيمة والكبيرة تؤثر في معنويات المستوطنين والمحتلين الصهاينة بعد أن تلقوا هذه الصفعة القوية في 7 من شهر أكتوبر الماضي. كل المعطيات بإذن الرحمن تشير إلى تفوق المقاومة الفلسطينية، وأنه بإذن الرحمن في قادم الأيام المحتل الإسرائيلي لن يكون لديه حالة من حالات الثبات أو التقدم تجاه قطاع غزة، أو حتى الاستمرار في زخم هذه المعارك الشديدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب متابعينا الكرام، اسمحوا لنا بأن نذهب لهذا الفاصل السريع، ثم سنعود بعده كي نواصل حلقة ليلة من برنامج رأي. واسمحوا أيضا لي بأن أشكر الأستاذ مضر حماد الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية على كل تلك الإيضاحات التي أوضحها لنا في حلقة ليلة من برنامج رأي. للأسف بسبب خلل لم نتمكن من التواصل معه، لكن بلا شك أوضح لنا كثيرا فيما يتعلق بملف دعم الشعوب العربية ومن ضمنهم أهل الشمال السوري لأبناء فلسطين الحبيبة. عموما فاصل ثم سنواصل.